ارمي نفسك، ما تستناش لما المكتب يتوضب، او انك تجيب كرسي جديد، او انك تكتب بالقلم اللي انت بتحبه، او انك تبتدي في مواعيد تقبل اسم على 60، او انك تستنى لحد ما الساعه 9 تيجي عشان تبدا اي حاجه في حياتك. ابدا، لانك لا هتصحصح ولا هتركز ولا هتتنايل على عينك وتعمل حاجه ادي دعني انفلعت، ولان الظروف المثاليه عمرها ما هتيجي. اتحرك، ابدا يا حبيبي، ابدا يا وحاول تبعد عن الاشخاص اللي ممكن يحطوا عليك ضغط غير مبرر. وخليك عارف ان اكتر هرمون بيواجه الاسترس هو الاوكسيتوسين، هرمون الحب والمحبه والانتمسي. فقرب من اللي بتحبهم وما تتكسفش من اظهار حبك ليهم، وما تفكرش ابدا بين الحين والاخر عشان يرتب افكاره ويفهم نفسه اكتر. ولكن احيانا بيحتاج يبقى حواليه ناس عشان لو وقع يسندوه، ولما يحس بالوحده يونسوه، ولما يحقق انجاز يلاقي حد يجري عليه ويحكي له، ولما ينهار يلاقي حد يشتكي له. فانت لو وحيد فانت ممكن يكون عندك مشكله، ولو ما بتعرفش تقعد لوحدك في اوقات فانت برضه ممكن يكون عندك. نجيب 100%، اللي هيعدي 70% تمام، زقه معانا هيكمل شويه ناجح. الطبيعه كده، الطبيعه زي ثانويه عامه، انت بس محتاج تعدي درجه النجاح، مش لازم تبقى احسن واحد، مش لازم تبقى اقوى واحد. احيانا النجاح في الامتحان بيكون لو جبت درجه معينه بالظبط، لا اعلى منها ولا اقل. ممكن يبقى عندك صفه لو زادت شويه واتطورت تبوظ حاجه ثانيه، ولو قلت تبوظ. ده بجد شيء عجيب جدا، حته صعلوك صغير لا يتعدى حجم ال 2% من جسمك كله، ومع ذلك هو قادر يحول حياتك جنه او يقلبها جحيم. حته كيلو و400 جرام معفن بيتحكم في جسمك وبيأثر على مصيرك، زي ما قادر يبقى صديقك الوفي، قادر يبقى زمانه بياكل قدام الحلقه وفارش قدامه اوردر جاي له دليفري لحد بيته، وجاي له اساسا لحد بيته عشان مكسل ينزل، وطالبه من ابلكيشن عشان مكسل يتكلم في التليفون. حابب اشارك يا عزيزي واقول لك ان انت عندك حاله بتوصف بالخمول البدني، فيزيكال ان اكتيفيتي. الخمول البدني هو رابع اكبر قاتل للبشر في العالم، ده على حسب كلام WHO منظمه الصحه العالميه. الخمول بيقتل اكتر من التدخين والسمنه والسكر مجتمعين كومباين. الخمول بيسبب امراض زي الخرف والسرطان والقلب، ده غير طبعا الاحساس بالاحباط والتوتر والذنب. دوله زي المملكه المتحده بتصرف من 8 ل 20 مليار جنيه استرليني بسبب الخمول. بس يا ابو حميد ما تزودهاش عليا، انا تعرف ان الطريق طويل وصعب، لكنه مش اصعب من انك تبقى محبوس جوه سجن جوه دماغ باسوار عاليه من الخوف والرعب. هتحتاج مساعده، ده اكيد، اللي مريت بيه ما كانش سهل، بس العلم بيقول لنا ان انت تقدر تكسر سور السجن ده وتتجاوز مشاكلك. وانا مغمض عينيا كده، ولا سحر ولا شعوذه، انت وغالبا اي حد تاني في اللحظه دي سايب حاجه المفروض يعملها وبيعمل حاجه تانيه خالص. ممكن تكون سايب حاجه لازم تعملها دلوقتي وبتتفرج على هذه الحلقه. مش في امتحان بعد فتره قريبه ولا ايه؟ مش محتاجين نذاكر؟ مش في شغل؟ مش في ديدلاين؟ كل مره تقول هبدا في الوقت ده، خلاص لازم الاسبوع الجاي ده اظبط الدنيا وارتب كل حاجه واخلصها، ده انا هعمل جداول، ده انا هسوي الهوايل، وما بيحصلش حاجه. عزيزي المشاهد، يجي يوم السبت وبعده الحد وتقول بقى هبدا خلاص في الاسبوع الجاي عشان ابقى فايق، ما بيحصلش، مفيش حاجه بتحصل. زي ما قلنا المصطلح البروكراستينيشن، المماطله او التسويف. معنى السلوك ده ببساطه انك يكون عندك مهمه معينه المفروض ان سعادتك تعملها، بس انت مش عارف ليه ما بتعملهاش، رغم ان انت عارف كويس ان انت لازم تعملها بس ما بتعملهاش، ورغم ان انت متاكد ان ده غلط جدا وهيوديك في 60 داهيه برضه ما بتعملهاش. والاسوأ ان انت ممكن تكون بتعمل كذا حاجه ثانيه اصعب واتقل وارخم، ويمكن تكون حاجات ما بتحبهاش اصلا.